أهلا وسهلا بكم معنا في النهاردة. طبعا طالعين نتكلم بعد ماتش مصر والمنتخب الإيراني. منتخب مصر قدر إن هو يحقق تعادل ويصعد كتاني المجموعة. بالتالي المنتخب المصري هتأهل لدور ال32. عندنا دلوقتي بقى التفاصيل والأخبار. إن جبنا لكم طبعا المجموعات. جبنا لكم المجموعات بعد انتهاء الجولة. في مجموعات انتهت من انتهاء الجولة التالتة. هنشوف لكم دلوقتي وهنتكلم معاكم في تفاصيل أكتر. مين هيصعد ومين قاعد، مين طلع ومين تأكد خروجه ومين تأكد بقائه. هنتكلم طبعا في كل التفاصيل ديت. عندنا أول حاجة هنتكلم فيها، عندنا المجموعة اللي هي مجموعة كولومبيا والبرتغال والكونغو الديمقراطية وأوزبكستان. طبعا دي لسه ما لعبتش، عندهم ماتش أخير. عندنا إنجلترا وغانا وكرواتيا وبنما برضو عندنا لسه ماتش أخير فيها. طيب نروح للمجموعة اللي هي بعد كده، وهي مجموعة فرنسا. مجموعة فرنسا فرنسا والنرويج والسنغال والعراق. انتهت الجولة الأخيرة. فرنسا صعدت أول، عندها 10 نقط. النرويج صعدت تاني، عندها 6 نقط. السنغال عندها 3 نقط، و ممكن تصعد السنغال. عندنا العراق عندها ولا نقطة، 0 نقط. عندنا الأرجنتين في المجموعة التانية. الأرجنتين عندها 6 نقط، ولسه عندها طبعا ماتش هيبقى أخير المجموعة دي، لسه في ماتش. نروح على المجموعة اللي بعدها، مجموعة مصر وبلجيكا وإيران ونيوزيلندا. طبعا ماتش كان ماراثوني جدا بين المنتخب المصري والمنتخب الإيراني ومنتخب بلجيكا. منتخب بلجيكا قدر إن هو يكسب نتيجة تقيلة على منتخب نيوزيلندا ويأكد صعوده كأول المجموعة. المنتخب البلجيكي صعد كأول المجموعة. ماتش كان ماراثوني جدا النهارده، طبعا كلنا شاهدنا الماتش وشفناه. المنتخب المصري أدى أداء قوي، أدى أداء كويس. محمد صلاح حصلت له إصابة في الشوط الثاني، وفتوح كمان وعبد المنعم، وعندك ياسر ابراهيم كان بيزك نهاية الماتش. فكويس إن الماتش خلص كده، وعلى فكرة كويس إن إحنا صعدنا تاني مش أول. اهلا وسهلا بيك. واحد بيقول انا بعيش في نيوزيلندا، اهلا وسهلا بحضرتك طبعا. فبالتالي انت المنتخب المصري قدر ان هو يحقق التعادل. هو تعادل ايجابي، تعادل صعدنا كمركز تاني. على فكره انا واحد كمصري يعني مبسوط جدا ان المنتخب المصري كسب او تعادل وصعد مركز تاني. ليه؟ لان انت لو صعدت اول في حاله الصعود الاول كنت هتلاعب فرنسا، فانت دلوقتي انت هتلاعب استراليا. طبعا في فرق ما بين استراليا وبين نيوزيلندا، الفرق كبير جدا. فبالتالي انت المنتخب المصري قدر ان هو يحقق تعادل. الماتش كان ماشي بشكل كويس، المنتخب مصر عملوا ماتش كويس جدا، ولكن حصل دروب في اثناء بعد احمد فتوح اتصاب، فبالتالي ما قدرش ان هو يكمل. طيب المنتخب البلجيكي اقصى منتخب نيوزيلندا اللي هو ما عندوش غير نقطة واحدة، وقدر ان هو يكسبه بنتيجة تقيلة جدا، والمنتخب البلجيكي صعد اول والمنتخب المصري صعد تاني. طيب السيناريوهات ايه؟ السيناريوهات ان انت افضل سيناريو ليك انك تصعد مركز ثاني وتاخد ماتش استراليا. ده بالنسبة لمجموعة مصر. طيب نروح لمجموعة اسبانيا والراس الاخضر واوروجواي والسعودية. كان في طبعا ماتش الجولة الأخيرة انتهت. المنتخب الأسباني عنده 7 نقط، كسب ماتشين وتعادل ماتش. المنتخب راس الأخضر عمل مفاجأة تقيلة وقدر إن هو يصعد مركز تاني، وأوروجواي والسعودية طلعوا وكل واحد عنده نقطتين، فبالتالي مش هيكملوا طبعا حتى كأفضل توالت، مش هيقدروا إن هم يكملوا أو يكونوا موجودين. فبالتالي المجموعة اللي هي بتاعت أسبانيا كانت الأول أسبانيا
التاني الراس الأخضر، التالت أوروجواي طبعا خرج، والسعودية الرابع برضو كمان خرج. دي المجموعة بتاعت مصر والمجموعة بتاعت أسبانيا. طيب نروح نشوف بعد كده، أنا جايب لكم بعد شوية، جايب لكم طبعا إيه، جايب لكم مين صعد ومين هيلاعب مين في دور ال 32. كل دي في امور اتحسمت هقولها لحضراتكم، بس انا واخد بالترتيب ايه، حاجه حاجه. عندنا المجموعه بتاعت المانيا. المانيا في المركز الاول، عندها 6 نقط. الساحل العاجل هي كوديفار صعدت في مفاجاه، صعدت تاني وعندها برضو 6 نقط. والاكوادور 4 نقط صعدت تالت. وعندنا كوراساو في المركز الأخير بنقطة واحدة، نقطة واحدة، فبالتالي كوراساو طلعت طبعا بره. عندنا المجموعة اللي بعد كده، المجموعة اللي هي تقيلة جدا جدا وكانت صعبة جدا، هولندا طبعا كسبت تونس وحققت 7 نقط وصعدت كأول. عندنا اليابان 5 نقط صعدت تاني. وعندنا السويد صعدت تالت ب4 نقط. يبقى خلاص دور المجموعات بدأنا نقفل دور المجموعات، بدأنا نخش على أدوار أكبر من كده، نخش على دور 32، نخش على دور 16، نخش في ماتشات يعني تقيلة جدا جدا جدا. فبالتالي المجموعات خلاص بدأت الفرق اللي هي قليلة تتصفى، بدأت الفرق اللي هي مش أحسن حاجة بدأت إن هي خلاص تطلع. فبالتالي الأدوار اللي جاية هتبقى مهمة جدا وتقيلة جدا جدا جدا. دي مجموعة هولندا. نروح بقى على اللي بعد كده، مجموعة البرازيل. مجموعة البرازيل البرازيل الأول ب7 نقط، المغرب تاني برضه ب7 نقط، اسكتلندا ب3 نقط وفي المركز الثالث، وهايتي في المركز الأخير بنقطتين. نروح للمجموعة اللي هي المجموعة بتاعة أمريكا. أمريكا لعبت ال3 ماتشات، المجموعة بتاعتها كلها لعبت ال3 ماتشات. أمريكا عندها 6 نقط في المركز الأول، صعدت أول. عندنا بعد كده استراليا اللي هي هتواجه مصر، يعني استراليا اللي هي في مجموعة أمريكا هتواجه مصر. عندنا بعد كده في المركز الثالث وهي باراجواي في المركز الثالث ب4 نقط وكمان صعدت. تركيا عندها 3 نقط وكمان خرجت بره البطولة. دي بالنسبة للمجموعات. نروح بعد كده اللي بعد كده، مجموعة المكسيك وجنوب أفريقيا. المكسيك صعدت أول، جنوب أفريقيا تاني، كوريا الجنوبية وتشيك 3 نقط ونقطة فطلعوا بره. عندنا سويسرا في المركز الأول 7 نقط. عندنا كندا 4 نقط في المركز الثاني، والبوسنة والهرسك طبعا صعدت ب4 نقط كأفضل توالد. طيب نروح للي بعد كده. هنروح بقى هقول لكم بقى على الدور ده، دور ال 32. احنا كده دخلنا على دور ال 32. استاذن بس الناس اللي معايا لايك للفيديو او لايك لللايف، الناس اللي معانا في اللايف ادعمونا باللايك عشان نقدر نوصل لاكبر عدد، لان طالعين في وقت ايه غير مناسب يعني. فاستاذن الناس اللي معانا في اللايف تضرب اللايك. عندنا بقى دور ال 32 هيبدا امتى؟ دور ال 32 عندنا ماتش جنوب افريقيا. ماتش جنوب افريقيا هتبقى هي وكندا. ماتش جنوب افريقيا وكندا وهولندا. ماتش جنوب افريقيا وكندا هيبقى بكره الساعة 10 مساء. الساعة 10 مساء ماتش جنوب افريقيا وكندا، دور ال 32 اللي هيصعد منه هيروح لدور ال 16. فبالتالي الماتش هيبقى قوي جدا. جنوب افريقيا محظوظة، كندا ماهوش الفرقة الأحسن حاجة، ماهوش الفرقة القوية، مش هي أمريكا، مش هي المغرب، مش هي فرقة تقيلة. عندك مين الماتش التاني؟ الماتش التاني ماتش نار، ده لازم الكل يسمعه، لازم على مستوى كأس العالم كله الماتش التاني ده لازم نسمعه. ليه؟ هولندا هتضرب موعد مع المغرب. هولندا فرقة قوية جدا جدا جدا، وشفناها في المركز وشفناها في البطولة، عاملة بطولة كويسة جدا. وبرضه المغرب فرقة صاعدة زي ما احنا قلنا، فريق عربي افريقي بنكهة أوروبية. فبالتالي هي مواجهة نارية جدا جدا ما بين هولندا والمغرب. ده بالنسبة للمغرب. طب الماتش هيبقى الساعة كام؟ الماتش هيبقى الساعة 4 الصبح يوم الثلاث هيبقى الساعة 4 الصبح. الماتش هيبقى قاسي جدا جدا جدا، الماتش هيبقى قوي جدا جدا جدا، لأن أنت هنا بتلعب قدام منتخب أوروبي. هولندا طبعا معروفة من زمان، ومنتخب المغرب فريق صاعد ولسه جاي وهيعمل ماتش كويس. طيب الماتش اللي بعد كده ماتش أوروجواي، تمام، ماتش باراجواي والمانيا. باراجواي انا عن نفسي اتمنى
صعود المنتخب الباراجواي. انا ما بحبش المانيا يعني، وانتوا عارفين انا ما بحبهاش ليه. فبالتالي الباراجواي افضل، او المانيا طبعا فرقه قويه جدا هتلاعب باراجواي. طيب ده هتلعب امتى؟ يوم الاثنين ان شاء الله الساعه 11 ونص مساء، يوم الاثنين الساعه 11 ونص مساء. استاذن اللي معانا في اللايف بس اضرب اللايك، تعاملنا بعد اذنك باللايك عشان نقدر نوصل لاكبر عدد من الموجودين في القناه. فالماتش اللي بعد كده هيبقى يوم الاربعاء ان شاء الله، فرنسا والسويد. فرنسا والسويد هيبقى الساعة 12 مساء، 12 صباحا يوم الأربعاء، يعني 3 بالليل صباح يوم الأربعاء الصبح الساعة 12 صباحا هيبقى فرنسا والسويد. وأنا عايز أقول لكم إن إحنا لو ما كناش كمنتخب مصر ما كناش كسبنا، أو لو كنا صعدنا أول وبلجيكا صعدت تاني، كنا هنلاعب منتخب فرنسا. منتخب فرنسا قوي جدا جدا. ما كناش هنقدر إن إحنا نجاري فرنسا فريق تقيل جدا جدا، ما كناش هنقدر ان احنا نجاريه. ولكن احنا هنلعب استراليا، فالماتش هيبقى كويس. عندنا بعد كده بلجيكا هتلعب يعني هيبقى عندنا بعد كده أمريكا هتلاعب البوسنة والهرسك. أمريكا هتلاعب البوسنة والهرسك. أسبانيا لسه طبعا في ماتشات ما كملتش فهتتحدد. عندنا بعد كده البرازيل هتلاعب اليابان، ده هيبقى ماتش برضه ضرب نار. عندنا بقى ساحل العاج والنرويج، وده هيبقى ماتش مهم جدا. عندنا هنا بقى المكسيك لسه هتشوف مين هيقابل مين. عندنا الماتش اللي اتحدد استراليا ومصر. استراليا هتلاعب مصر، والارجنتين هتلاعب الراس الاخضر. طيب بص هنا اجيب لك بس عشان ايه اكبر لك انا عشان تشوفها كويس. هنا عندنا الماتش هو الماتش الاهم، هيبقى ماتش استراليا ومصر. الماتش هيبقى الجمعة الساعة 9 بالليل، هيبقى الجمعة الساعة. استاذن اللي معانا في اللايف بعد اذنك اضرب اللايك، ادعمنا باللايك عشان نقدر نوصل لاكبر عدد من المشاهدين. عندنا ماتش هيبقى ماتش استراليا ومصر. هتلعب استراليا يوم الجمعة الساعة 9 مساء، والارجنتين والراس الاخضر هتلعب يوم السبت الساعة كام؟ الساعة 1 صباحا. إذا اللي هيكسب من استراليا ومصر هيلاعب اللي هيكسب من الأرجنتين والراس الأخضر. الراس الأخضر هو الحصان الأسود في البطولة. الراس الأخضر لعبة عاملة دور المجموعات كويس جدا. الراس الأخضر المنتخب المصري برضو عامل حاجة كويسة خلال الفترة الأخيرة دي. فبالتالي احنا فرصتنا إن شاء الله هنكسب، هنلاعب ميسي، هتبقى ماتش حلو، هتبقى ماتش ان انت يعني ماتش كويس. في اي حد عنده سؤال استفسار؟ احنا طالعين ندردش مع بعض. في حد بيقول لك المونديال هذا العام مصر تتأهل، النظام الجديد للمونديال لم يعد له طعم، اصبح كل من هب ودب في المونديال. انا عايز اقول لحضرتك على حاجه، ان مصر مقدمه واحده من افضل نسخها على مستوى التاريخ، على مستوى التاريخ مع حسام حسن. مدي روح للفرقة، شفنا اللقطة بتاعت إمام عاشور وهو رايح زعلان عشان فرصة ضاعت أو يعني اتعصب من كورة. فبالتالي المنتخب ضيع فرصة فراح لإمام عاشور. كان يعني إمام عاشور أعتقد إنه خاف لأنه ممكن كان يتهور عليه أو يضربه. فبالتالي يعني المنتخب حلو مع المنتخب حلو. أنا عايز أقول حاجة كمان، إن منتخب المغرب هو منتخب قوي جدا 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 جدا. منتخب المغرب هيعمل حاجة في البطولة دي. منتخب المغرب فريق قوي جدا جدا جدا. طبعا عملنا ماتش حلو برضو احنا، فبالتالي تقدر إن أنت تكمل في البطولة، تقدر ان انت تكون موجود. فبالتالي انت كمنتخب مصر تقدر تعمل حاجة. عندنا بقى الأزمة الكبيرة وهي محمد صلاح، لأن محمد صلاح اتصاب، وعندك فتوح كمان اتصاب، وعندك عبد المنعم، وعندك ياسر إبراهيم، عندك مجموعة كتيرة اتصابت. فبالتالي مصطفى شوبير أدى ماتش حلو جدا. مصطفى شوبير قدر إن هو يتعمق ويصد كرة ضربة الجزاء، وقدر إن هو، ولكن أخطأ في الشوط الثاني في كام كورة كده ما كانش يجب إن هو يعملها، ومن ضمنها الهدف اللي اتلغى تسلل
بالمناسبة موضوع الهدف اتلغى تسلل ليه؟ هو اتلغى تسلل مش يا جماعة، هنا في فرق إن حمزة عبد الكريم كان آخر واحد في الملعب، وكان مصطفى شوبير طالع لقدام. فحمزة عبد الكريم اعتبر إن هو الحارس، فبالتالي التسلل ما كانش ما بين حمزة عبد الكريم والمهاجم، كان ما بين ياسر إبراهيم والمهاجم. يعني حمزة عبد الكريم كأنه كان حارس مرمى في التوقيت ده، فبالتالي فبالتالي ان التسلل اتحسب ما بين ياسر ابراهيم وما بين اللاعب بتاع ايران. في حد بيقول عندكم كام بطولة افريقية؟ احنا مش عايزين نوصل، احنا بنشجع منتخب المغرب، بنحب المغاربة، بنحب المنتخب المغربي عشان بيقدم كرة حلوة وكرة حديثة وكرة أوروبية. فبالتالي مش عايزين نصل إلى نقطة إن احنا لأ أنت يعني جايب كام وأنا جايب كام، ولكن المنتخب المغربي مقدم بطولة حلوة برضو. منتخب هيلعب مع البرازيل، هيلعب مع فرقة تقيلة جدا مع هولندا، هتبقى ماتش قاسي جدا جدا. وانا في اعتقادي الشخصي لو المغرب تخطت هولندا يبقى فرص المغرب انها تاخد كاس العالم اصبحت كبيره. ليه؟ لان انت بتهزم اكبر فرقه في العالم، تهزم فرقه هولندا، فرقه مش تقيله، مش بسيطه، مش قليله. اذا المنتخب المغربي قدر يكسب منتخب هولندا ويعديه، انا ابصم لك ان المنتخب المغربي هيوصل للنهائي، يعني مش هيوصل لنص نهائي، هيوصل للنهائي. منتخب قوي، منتخب جامد جدا، فبالتالي هيقدر يعمل حاجه في المونديال. فبالتالي احنا كل واحد ورا المنتخب بتاعه، كل واحد ورا بلده، بندعم كلنا. المغرب بتلعب كلنا مغاربه، مصر بتلعب كلنا مصريين، فريق واحد من قارة واحدة من منطقة واحدة، المنطقة العربية. فريق مغرب، فريق عربي. الفريق المصري هو فريق عربي. فبالتالي احنا مش عايزين ان احنا نروح لحتة لا انت جبت كام وانا جبت كام، انت عملت كام وانا. فاحنا مش عايزين نصل للنقطة دي، احنا عايزين نصل ان احنا نروح واحدة، منطقة واحدة، فرقة واحدة، قارة واحدة. فبالتالي ان شاء الله المنتخب المغربي يقدر يعمل حاجة محترمة، المنتخب المصري يقدر يعمل حاجة محترمة. المنتخب المغربي عنده مهمة كبيرة جدا 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 مع المنتخب الهولندي، فرقة تقيلة المنتخب الهولندي. فبالتالي انت ممكن ان انت لو عديت هولندا تعمل حاجة وتوصل للنهائي وممكن تاخد كاس العالم. ليه لا؟ خلي فيه طموح وخلي فيه امل ان انت تكسب وتاخد البطولة يعني. فبالتالي في هنا الأستاذ يوسف يعني متعصب جدا، بيقول لك لأن مصر ليس لها إنجازات في كأس العالم. يا أستاذ، المفروض مصر هي واخدة 7 أبطال أفريقيا، يعني واخدة الكأس 7 مرات، كأس بطولة الأمم الأفريقية. فبالتالي مصر كبيرة جدا، مصر كبيرة بأبنائها برجالتها، بمحمد بصلاح وتريزيجيه النهارده عمل ماتش جامد جدا، محمود صابر. فبالتالي احنا المنتخب السعودي للأسف قدم واحدة من أسوأ نسخه. احنا عارفين المنتخب السعودي منتخب قوي، ولكن قدم نسخة ضعيفة جدا 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 جدا. عمل كام ماتش في المجموعة، ماتشات ما هياش بالقوة، ما هياش بالقوة المفروض كان متوقع من المنتخب السعودي، واتهزم قدام الراس الأخضر وخرج من البطولة بدري بدري. فبالتالي احنا دلوقتي عندنا شوية فرق عربية بس يعني مش كتير. فبالتالي انت نقدر ان احنا نكون ان شاء الله نعمل حاجة، المنتخبات العربية توصل لأبعد حتة، توصل لنص النهائي ان شاء الله. نشوف مصر، انا بقول ان مصر هتكون هي الحصان الاسود في البطوله. المنتخب المصري عامل ماتشات كويسه مع حسام حسن، عامل اداء ولا اروع ولا اجمل ولا احسن من كده. فبالتالي ممكن ان احنا هنقدر ان شاء الله نعمل حاجه، نقدر ان احنا في في البطوله. لكن المنتخب المغربي احنا طبعا بيقدم كرة حلوة، واحنا بنشجع الكرة الحلوة، واحنا عارفين. فبالتالي لا، اللي بيسأل الأستاذ يوسف متعصب جدا جدا، فبيقول وما دخل العرب في مصر أو المغرب. احنا قدام، احنا كقارة واحدة، قارة أفريقيا كعرب. فاحنا بالتالي كلنا بنشجع اخواتنا المغاربة واخواتنا
الجزائريين والمصريين كلنا ايد واحدة لمنطقة واحدة، شعب واحد ان شاء الله. نقدر نعمل حاجة، نقدر المنتخب المغربي يعمل حاجة، يقدر المنتخب المصري يعمل حاجة، نقدر كلنا نعمل حاجة محترمة تعبر عن الهوية العربية، تعبر عن الهوية الأفريقية. احنا الأندية الأوروبية كلها والمنتخبات الأوروبية لو نلاحظ هنلاقيها أغلبها من أفارقة اللي واخد. يعني عندك منتخب زي المنتخب المغربي كله بيلعب في أوروبا، كله بيلعب في أوروبا. فأنت ليه ما تعملش منتخب قوي؟ ليه ما تعملش فريق أفريقي يكون ينافس على بطولة كأس عالم، يوصل نهائي ويوصل نص نهائي ويحقق بطولة كمان، ويقدر يحقق البطولة. لكن آه آه فبالتالي احنا ان شاء الله هنعمل حاجة كويسة في كأس العالم، هنكون قد المسؤولية. ان شاء الله المنتخب المصري قدم اداء مميز جدا جدا. حسام حسن عامل بطولة كويسة. نستأذن اللي معانا في اللايف بعد إذنك اضرب اللايك، اللي معانا في اللايف بعد إذنكم أستأذنكم يعني تعملونا باللايك، اللي بيشاهد اللايف يعمل لنا لايك عشان نقدر نوصل لأكبر عدد يعني. شكرا شكرا أشكركم طبعا. فبالتالي احنا هنا بنتكلم كم ماتش. الساعة 6 الصبح عندنا الماتش اللي جاي، هيبقى الساعة 9 مساء، هيبقى يوم الجمعة اللي جاي إن شاء الله. هيبقى أستراليا ومصر. ماتش ما أقدرش أقول لك إنها في المتناول، ولكن المنتخب الأسترالي يعني إلى حد ما كويس، نقدر نلعبه، نقدر نجري نفس الريتم بتاعنا، نفس المشابه لينا جدا. فبالتالي احنا نقدر ان شاء الله نتخطى استراليا. طيب بعد ما نتخطى استراليا هنواجه مين؟ هنواجه الراس الاخضر، هنواجه الراس الاخضر او الارجنتين. عندنا الارجنتين والراس الاخضر، اللي هيكسب منهم هيلاعب اللي هيكسب من استراليا ومصر. ده بالنسبة للمجموعة بتاعة مصر. طبعا هنروح طبعا نشوف المنتخب عندنا منتخب البرازيل هيلاعب اليابان، هيبقى ماتش قوي جدا 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 جدا. عندنا المنتخب افضل مباراة متهيألي من وجهة نظري هي الامريكا والبوسنة الهرسك. امريكا هتكسب البوسنة او الهرسك وهتصعد. استاذ محمد بيقول ان شاء الله هنلاعب الارجنتين. والله هي كاف فيردي عاملة برضو عاملة حاجات كويسة جدا جدا في البطولة دي، فممكن تعمل مفاجأة معقولة، ممكن تطلع الأرجنتين لأنهم بيلعبوا كرة حلوة، كرة بسلاسة. أول مشاركة لهم في كأس العالم بيقدموا بيصعدوا دور ال 32 وفي تقدم عندهم. والدولة دي دولة صغيرة جدا، كاب فيردي دي أو الراس الأخضر هي دولة صغيرة جدا جدا، التعداد السكاني بتاعها 700 أو 800 ألف فقط. فكونها تطلع فرقة زي كده، تكون هتطلع فرقة قوية زي كده بتلعب كرة حلوة على الأرض، بيدافعوا مع بعض وبيهاجموا مع بعض، فرقة كويسة، فرقة تقيلة 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 يعني فرقة كاب فيردي. فهي مش من السهل إن هي ت ت ت ت تكسب او تخسر من الارجنتين بسهوله. اكيد هيبقى في معافره. بالنسبه لساحل العاج والنرويج ماتش لسه يعني مش محسوم قوي. وبعد كده ماتش البرازيل مع اليابان، فلسه الامور ما حسمتش. وميسي في الادوار الاقصائيه مختلف. لا وانا عايز اقول لك هو ميسي غير ميسي، وكريستيانو غير كريستيانو يعني. فبالتالي احنا واحنا بنستمتع بالبطوله دي. هي بطوله اخيره لكريستيانو وميسي يعني. البطوله دي اخر بطوله، بطوله كاس عالم هتبقى فيها المنتخب المغربي، المنتخب البرتغالي والمنتخب الارجنتيني. فبالتالي اخر مشاركه لميسي، اخر مشاركه لكريستيانو. فاحنا ان شاء الله هنستمتع بالبطولة في وجود هذا الثنائي اللي هو كان افضل ثنائي على مدار التاريخ ما بين الارجنتين والبرتغال، ما بين ميسي وكريستيانو، ما بين ريال مدريد وبرشلونة، ما بين منافسة عريقة حاليا. نروح لباقي الناس اللي صاعدة. باقي الناس عندنا جنوب افريقيا تلعب كندا. جنوب افريقيا برضه عامله ماتشات مش كويسه ومش احسن حاجه، ولكن حلفها الحظ صعدت هتلاعب كندا. عندنا بقى الماتش تكسير عظام زي ما بيقولوا يعني. ماتش هولندا والمغرب، ماتش هولندا والمغرب في
أطيب السلام المنصة حبيبي، الله يخليك، الله يكرمك حبيبي، تسلم. فهنا عندنا ماتش هولندا المغرب. هولندا فريق تقيل جدا 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 جدا، المغرب فريق قوي جدا 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 جدا. المغرب فريق حلو، المغرب فريق يحسسك ان انت فريق اوروبي تفتخر. احنا بنبقى قاعدين بنسمع ماتش المغرب وهولندا، بنبقى قاعدين كده بنستمتع بالكرة المغربية. تلاقي حكيمي الناحية دي، تلاقي حكيمي، تلاقي اللي هو المهاجم اسمه مزراوي او اسمه سايبيري او حاجة زي كده. فمهاجم جميل جدا، مهاجم بيعرف جامد، بيعرف ازاي يجيب هدف، عنده الحس التهديفي. عندك نص الملعب عنده 18 سنة بيلعب، ولا كأنه اديله 20 سنة بيلعب، يعني كأنه واحد عنده خبرة كبيرة. عندك الباك الشمال، عندك القلب، عندك آه، المنتخب المغربي اتوقع له ان هو ممكن يكون في النهائي. اتوقع ان المنتخب المغربي ممكن يكون في النهائي كمان. ليه لا؟ لا، المنتخب المغربي قادر ان يكون في النهائي، قادر ان هو يحسم المسألة، وان هو يوصل او يتخطى هولندا. ولكن هولندا ماهوش بالفرقة الضعيفة. لازم المنتخب المغربي يعمل حساب للمنتخب الهولندي. المنتخب الهولندي منتخب قوي جدا جدا جدا. وما ننساش ان المنتخب الهولندي عندك لعيب زي فان دايك في الدفاع، هو وحش في الدفاع. فمش هيبقى مأمورية المغاربة سهلة، مش هتبقى مأمورية المغاربة سهلة. ولكن ماتش هيبقى تكسير عظام، ماتش هيبقى نهائي مصغر ما بين المغرب وهولندا. المغرب احنا بنشوف ما بتهابش فرقة، ما بتهابش فريق، لا بتلعب وتهاجم وند قوي جدا جدا جدا. فبالتالي المنتخب الهولندي والمنتخب المغربي هتبقى ماتش، او هتبقى مباراة هتبقى تقيلة جدا ما بينهم. عندنا بعد كده ألمانيا وباراجواي. ألمانيا وباراجواي هتتلعب يوم 29/6 الساعة 11:30. فالمنتخب الألماني طبعا منتخب احنا كلنا عارفينه كرويا، يعني بعيد عن أي حاجة تانية. المنتخب المغربي الألماني منتخب قوي جدا 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 جدا. فبالتالي هتبقى ماتش، يعني يبقى ماتش هي وباراجواي. أعتقد يعني في اعتقادي الشخصي إن المنتخب الألماني هيصعد وهيكسب باراجواي، إلا وأن تحدث مفاجأة، هناك مفاجأة. لكن ما اعتقدش ان هو هيبقى فيه مفاجأة. المنتخب الألماني هيصعد وهيوصل لدور ال 16 بكل سهولة. بس نستأذن بس اللي معانا في اللايف بعد إذنك اضرب اللايك. اللي معانا في اللايف اضرب اللايك بعد إذنك، استأذنك يعني. اللي معانا في اللايف يضربوا اللايك عشان نقدر نوصل لأكبر عدد من المشاهدين اللي معانا في اللايف. اللي معانا في اللايف اضربوا اللايك، يعني دعمونا باللايك. فبالتالي اي حد عنده سؤال، اي حد عنده استفسار، اتفضلوا تحت امركم، يعني اللي حابب يسال في اي حاجه. المنتخب، في حد بيقول المنتخب الهولندي فازت عليه الجزائر في مباراة ودية في عقر دارهم. هولندا ضعيفة؟ لا، هولندا مش ضعيفة، بالعكس هولندا فرقة قوية جدا 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 جدا. ولكن انت الماتشات الودية غير الماتشات الرسمية. الماتشات الرسمية حاجة، انت بتلعب في كأس العالم، لكن لما بتلعب في ماتش ودي انت بتجرب. ممكن في التوقيت ده المدرب كان بيجرب حاجة، كان بيجرب خطة، كان بيجرب. لكن الماتشات الودية حاجة، والماتشات الرسمية حاجة تانية. لأن الماتش اسمه ماتش ودي تجريبي. الماتش الودي التجريبي بيبقى بيجرب المدير الفني، بيجرب فلان هنا وعلان هنا وكده. فما تحسبش، ما تحسبش ان طب يعني فاهمني؟ لا، ما تحسبش الماتشات الرسمية غير الماتشات الودية طبعا. المغاربة لا عصبية، مدرسة لا أجيال قدام. لا، هم المغاربة عاملين طفرة الصراحة، عاملين طفرة سواء في أوروبا، عاملين طفرة في المنتخب المغربي على مستوى كل الأعمار، على مستوى الناشئين، على مستوى الأولمبي، على مستوى المحليين، على مستوى الفريق الكبير اللي بيلعب في كأس العالم. فهي المغرب عاملة حاجة كده عظمة. فالمغرب هيبقى مواجهة صعبة جدا جدا. المفترض من المغاربة ما يستهونوش، أو ما يتهاونوش مع أو يقللوا من حجم اهتمامهم للمنتخب الهولندي، لأن المنتخب الهولندي منتخب قوي جدا جدا. وبعدين انت بتلعب في النوك اوت، النوك اوت يعني خروج المغلوب. يعني مفيش حد هيسمع على حد. ماتش هيبقى تكسير عظام جدا، تكسير عظام. وانا عايز اقول لك ان كمان اللي هيخرج من الماتش ده كسبان هيروح الماتش اللي بعده هيبقى منهك، لان انت عندك هيبقى ماتش تقيل جدا جدا. المانيا وباراجواي هتكسب المانيا طبعا، يعني هيبقى الموضوع سهل فيه. بعد كده عندك فرنسا والسويد. فرنسا فرقة تقيلة جدا 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 جدا، هتكسب طبعا السويد وهتعدي من السويد. بلجيكا لسه طبعا ما حددش الفرقة اللي هتلعبها مين. عندنا طبعا ماتشات النهارده، فبالتالي لسه ما اتحددتش هتلاعب مين.
في حد بيقول طيب مين أقوى في نظرك، هولندا أو البرازيل؟ والله بص، هولندا مدرسة والبرازيل مدرسة تانية. هولندا مدرسة والبرازيل مدرسة تانية خالص، ولكن كل واحد بيمتاز بحاجة، كل واحد بيمتاز بحاجة، ولكن أنا في اعتقادي الشخصي إن البرازيل هي مش أفضل نسخة ليها. البرازيل مش أفضل نسخة ليها في كأس العالم النسخة دي، لأن أول مرة يمسكهم مدرب مش وطني، مدرب مش برازيلي. وغير كده في فرديات كتيرة، مفيش، قلت المهارة شوية، قلت المهارة في المنتخب البرازيلي، قلت الجماعية إلى حد ما. مش هو منتخب البرازيل بتاع 2010، مش هو منتخب البرازيل بتاع 2014، بتاع 2018، لا مش هو المنتخب البرازيلي ده. ولكن هولندا ما هياش برضه هولندا، يعني هولندا برضه في كده دروب واقع او دروب حاصل ما بين هولندا والبرازيل والفرق الأوروبية. فأنت تقدر تعمل حاجة، تقدر تبقى لود عليهم، تقدر تبقى ليدر عليهم، تقدر إن أنت تخطط، تقدر إنك تثق في إمكانياتك، يكون عندك ثقة إن أنت تقدر تعدي، يكون عندك إيمان إن أنت تقدر تكسب الفرقة دي، لأنك أنت كمغرب عندك فرقة كويسة تقدر إن أنت تعدي. ولكن المنتخب المغربي قادر إن هو يعدي المنتخب الهولندي. في حد بيقول حتى الجزائر قوية جدا لكن يلعبون بتوتر. لا، الجزائر بالعكس، أنا شايف إن الجزائر في دروب عند الجزائريين، برضو عندهم مشكلة. الجزائر كانت منتخب كان خد فترة كده كان زي المغرب كده وأحسن كمان من المغرب، ولكن هنا عزيزي عندما أتحدث إليك عن الاستمرارية، هي الفيصل بيني وبينك. ما هي الاستمرارية؟ الاستمرارية إن أنت تبقى منتخب تقدر تلعب ل10 سنين قدام بنفس القوة، بنفس الحماس، بنفس القوة. الجزائر خدت فترة ولكن برضه وصلت للتروب. فأنت بالتالي ما يعني لازم تكون، عشان أقدر أحكم عليك وأقول لك أنت منتخب قوي، لازم تلعب لي أقل حاجة 6 7 سنين مستمرة بنفس الليفل بتاعك. لكن مش تحصل لك طفرة يبقى انت شغال على مؤسسة او شغال على نظام وترتيب. انما انت هتشتغل عشوائي او هتشتغل يبقى عندك طفرة في المهارة، طفرة في الاحتراف، وبعد كده ترجع تلعب لي سنتين ثلاثة وبعد كده تختفي او ما تبقاش موجود زي اخواتنا في الجزائر دلوقتي. ما هماش افضل او احسن حاجة، ولكن بيحاولوا يعافروا. فبالتالي انت عشان تحسب او تصنف منتخب قوي لازم تحصد دوري أفريقيا، لازم تحصد مثلا توصل زي الإنجاز اللي عمله المنتخب المغربي نص نهائي أو توصل نهائي أو تاخد البطولة. ليه لأ؟ فأنت المنتخب المغربي كله بيلعب في أوروبا، المنتخب المغربي كله بيلعب في أوروبا، فأنت بالتالي تقدر إن أنت تلعب وتأدي وتاخد البطولة. ليه لأ؟ يعني في حد هنا بيقول لا أفهم البرازيل وهولندا أي مقارنة. فانا بقول لك برضو ما هي هولندا حاجه ولعب واسلوب وطريقه حاجه، والبرازيل حاجه تانية خالص. ما تجيش تقارن لي هولندا بالبرازيل لان في فرق شاسع في الريتم، في الاداء، في كل حاجه ما بين هولندا والبرازيل. ولكن المنتخب المغربي قادر ان هو يعدي ان شاء الله هولندا. في واحد بعت الجزائر كده وبيقول لك الجزائر مستواها سيء جدا، يعني سيء جدا بجد، يعني ده حقيقه. في سليمان، هل تفهم بكرة القدم أم لا؟ يوسف متعصب، انت مش عارف ايه ده يوسف شوية، يعني مش كده. فبالتالي انت عندك في حد بيقول 8 سنين بنفس المستوى ليه؟ دائما المحللين المصريين عندهم افكار تعجيزيه. المنتخب المصري، لا، المنتخب المصري عايز اقول لكم ان المنتخب المصري هو بيلعب كلهم محليين، مفيش غير صلاح، وحاليا صلاح مش في نادي، ومفيش غير مرموش وحمزه عبد الكريم لسه طالع، وعندنا بس هم دول اللي موجودين في اوروبا. ولكن احنا منتخب محلي من زمان، من ايام ابو تريكه، من ايام عماد متعب، من ايام الناس دي. فبالتالي انت ما تجيش تقول لي ان احنا لا، المنتخب المصري قادر ان هو يعدي ان شاء الله، قادر ان هو انا هجيب لك تاني اهو المنتخب المصري ومنتخب الاسترالي. فبالتالي انت تقدر تتعدي. يعني في حد بيقول انا مغربي واقولها لك، الجزائر قوية لكن الشعب الجزائري يضغطون عليهم
وهذا يجعل المنتخب يلعب بتوتر كثير. لا انا عايز اقول لك ان المنتخب الجزائري كان منتخب قوي جدا، ولكن في دروب في الكواليتي بتاع اللعيبه نفسه. كواليتي اللعيبه اتغير جدا، كواليتي اللعيبه اتغير جدا. بس نستاذنكم اللي معانا في اللايف، استاذنكم اضربوا اللايك. اللي معانا في اللايف بعد اذنكم اضربوا اللايك، دعمونا باللايك. يعني يعني احنا بنقدم لكم حاجات كده، جايبين لكم مين صعد ومين لسه ما صعدش، مين هيتحدى، وهجيب لكم التفاصيل كلها لحظه بلحظه ودقيقه بدقيقه. فاللي معانا في اللايف استاذنك اضرب اللايك، دعمنا باللايك يا غالي بعد اذنك يعني. فبالتالي عندك المنتخب المصري. خلينا نروح شويه للمنتخب المصري والفنيات في المنتخب المصري. ادى ماتش حلو، ادى ماتش كويس جدا جدا، عمل اللي عليه، قدر ان هو يحقق التعادل. ولو كنا هنخش في حسبة بيرما كمان شوية بموضوع ان الهدف اللي جه، ولكن عدالة السماء نزلت والهدف اتحسب تسلل. فبالتالي اشكرك يا يوسف، اشكرك حبيبي، شكرا شكرا يا استاذ يوسف. فبالتالي اقول لك ان المنتخب المصري ان شاء الله يوصل لابعد نقطة، ان شاء الله نوصل لابعد من كده بكتير، ان شاء الله ان احنا نوصل ونعدي استراليا، وبعد كده هنقابل الارجنتين او الرأس الاخضر، فهتبقى ماتش برضه كويس. فاحنا دلوقتي انت يعني بطولة كأس العالم تبدأ من هنا، يعني بطولة كأس العالم تبدأ من هنا، تبدأ من إن أنت في مرحلة النوك أوت خلاص. اللي هيخسر هيروح، هيحجز أول طيارة ويرجع. فبالتالي أنت لازم تكون محضر كويس جدا، محضر لعيبتك، محضر كل اللي فات كوم واللي جاي حمادة، كل اللي راح حمادة واللي جاي حمادة تاني خالص، اللي جاي فيه منافسات قوية. المنتخبات مش هتتنازل بسهولة عن الفوز أو عن إن هي تعافر وإن هي تكون مش هتسيب لك الفوز بسهولة. فبالتالي أنت لازم إن أنت تعمل وتكون دارس وتكون عارف أنت بتعمل إيه كويس أوي. إنما انت لازم تكون عارف ان المنتخب. وكمان عندنا احنا مشكله، المنتخب المصري عنده غيابات كتيره جدا جدا في الماتش الجاي يوم الجمعه اللي جايه. فانت بالتالي ممكن صلاح ما يلعبش، ممكن تلاقي محمد عبد المنعم مش موجود، ممكن تلاقي احمد فتوح، وكلهم اصابات عضليه، كلهم اصابات عضليه. فبالتالي محمد صلاح بيعمل لك تقل في الملعب، محمد صلاح بيعمل تقل في الملعب. عندك فتوح في الباك الشمال مهاري جدا جدا جدا، يصنع معك الفارق. عندك عبد المنعم بقى في خط الدفاع حدث ولا حرج، وكان بيزك في نهاية الماتش ياسر إبراهيم. في حد هنا بيقول استراليا سهلة، المغرب أمام مهمة صعبة. طبعا أنا عايز أقول لك إن المغرب، هجيب لك أنا دلوقتي المغرب هتلاعب المنتخب الهولندي. المغرب هتلاعب المنتخب الهولندي، فهو احنا زي ما قلنا منتخب قوي جدا جدا جدا، مش من السهل انك تكسبه، ومش من السهل ان انت تقدر تسيطر او تقدر تكسب ولكن اذا المغرب قدروا يكسبوا ماتش هولندا ويخرجوا هولندا، فبالتالي انا عايز اقول لك ان المنتخب المغربي ممكن يكون في النهائي. المنتخب المغربي ممكن جدا 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 يوصل للنهائي، لانك انت لو عديت هولندا دي واخده كاس عالم، هولندا فرقه تقيله جدا. ولكن اللي عايز اقوله لك ان المنتخب المغربي ما خسرش ولا ماتش من فرقه تقيله. انت لعبت ماتشين، 3 ماتشات، كسبت ماتش، كسبت ماتشين، واتعادلت ماتش، اتعادلت مع البرازيل. فان شاء الله نتمنى التوفيق للمنتخب المغربي، نتمنى التوفيق للمنتخب المصري. في حد بيقول المصريين ايضا ليست لديهم شخصية البطل. شفت لايفات مصرية ومصريين يتكلمون إذا تخطوا استراليا يقولون مش راح نقدر نكسب الأرجنتين، وهذا خطأ صراحة. مالها الأرجنتين راح تكسبوها أنتم المصريين. والله أنا عايز أقول لك على حاجة، احنا اكتر احنا في 2010 و2008 2006 البطولات اللي احنا حصلنا عليها كلهم مرشح. مصر ما كانتش مرشحه انها تاخد البطوله، سواء 2006 2008 2010. كله بيقول لك ان مصر ما كانتش مترشحه انها تاخد البطوله، ولكن قدرنا ان احنا نكسب، وقدرنا ان احنا ناخد البطوله، وقدرنا ان احنا نحصد نعمل انجاز تاريخي مع حسن شحاته، وخدنا 3 بطولات افريقيا ما حصلتش في التاريخ ان منتخب افريقي قدر ان هو يحصل على 3 بطولات افريقيا ورا بعض متتاليه، في انجاز تاريخي. المغرب لم يخسر 40 مباراه على التوالي. انا عايز اقول لك ان المغرب فعلا منتخب حلو،
احنا مش بنقول كده مجاملة في المغرب. احنا عندنا منتخب السعودية كنا طالعين بيه برضه بنقول منتخب قوي ومنتخب، ولكن عندما ظهر في المباريات الكبرى وعندما ظهر في البطولات الكبرى لم نشاهد السعودية كما يجب أو كما كنا متوقعين. ولكن المغرب حضرت وبقوة، المغرب أدت وبقوة، قدرت إن هي تثبت نفسها وتثبت العالم إن اللي حصل في 2018 هو ما كانش 2022 هو ما كانش صدفة. اللي حصل في 2022 في مونديال قطر ما كانش صدفة، لا كان بتعب وجهد وإخلاص، وكان بمثابرة، وكان عن جدارة واستحقاق. المنتخب المغربي أنا بشوفه هو منتخب قادر على تخطي الصعاب، منتخب قادر إن هو يوصل للنهائي بعون الله، قادر إن هو يخطي هولندا وما أشبه بهولندا، لأنه منتخب قوي جدا جدا. وأنت تعادلت مع البرازيل، تعادلت مع المصنف من أول 5 على العالم، فبالتالي أنت كمنتخب مغربي تقدر إن أنت تعمل حاجة، وتقدر إن أنت تكسب يعني. فبالتالي دي حاجة مهمة جدا جدا. اللي معانا احنا اللايف اللي فات يا جماعة عدينا ال50 لايك، احنا مش قادرين نعدي ال20 لايك او ال50 لايك اللايف ده. يعني اللايف اللي فات احنا جايبين اكتر من 50 لايك، الفيديو ده او اللايف ده مش محصل 15 لايك يعني عيب بجد. يعني انتوا يعني قيمة وقار، مش قيمتكم ان انتوا تبقوا بتتفرجوا على لايف ما فيش 15 لايك يعني. الناس اللي معانا في اللايف اضربوا اللايك بعد اذنكم، الناس اللي معانا في اللايف استاذنكم اللي معانا في اللايف يضرب اللايك. فبالتالي هنا انت المنتخب المغربي منتخب قادر ان هو يقود المسيرة ويوصل للنهائي. في حد بيقول لا مقارنة بين السعودية والمغرب كرويا يا رجل، المغرب في عالم تاني خالص عن باقي منتخبات لا بص انا عايز اقول لك على حاجة. هي السعودية فريق قوي برضه، ما ننكرش ده، ولكن في البطولة ما قدمش حاجة. يعني في البطولة دي البطولة ما قدمش حاجة وما جابش حاجة وما عملش حاجة. فبالتالي المنتخب السعودي كنا نأمل وكنا نتوقع ان هو يعمل حاجة احسن وافضل من كده، ولكن للأسف الشديد خرج بدري بدري بدري. حتى كاب فيردي اللي لسه صاعدة، اللي لسه حديثة على كأس العالم، أول مرة تشارك في كأس العالم، كسبت السعودية وقدرت إنها تتخطى السعودية. في حد بيقول إن إحنا في المركز السادس أو الخامس عالميا حاليا. لا أنا عايز أقول لك إن المنتخب المغربي مش في المركز السادس، لا. فبالتالي هنا عايز اقول لك على حاجه، ان المشكله في العقليه نفسها، في الفكره نفسها، ان انت تصدق نفسك، تصدق ان انت تقدر تعدي، تصدق ان انت تقدر تكسب، تصدق ان اصل 11 لاعب قصاد 11 لاعب. انت لما تيجي تلعب هولندا انت هتبقى 11 لاعب قصاد 11 لاعب، مش هتبقى 15 ضد 11، لا 11 زائد 11، 11 راجل في الملعب. وهنا عايز اتكلم في نقطه فنيه بحته من الفترة الأخيرة، وإيه أسباب نجاح المنتخب المصري مع حسام حسن، وإيه أسباب نجاح المنتخب المغربي مع الفترة الأخيرة، وإيه ما يميز الفرق والمنتخبات دي. أنا عايز أقول لك إن المنتخب المصري كان بيلعب بخطة حل أحوش. يعني إيه؟ يعني المدافعين أو المدافع المفروض يبدأ من المهاجم، الدفاع يبدأ من الهجوم مش من الدفاع. يعني انت كمهاجم تبقى شرس على المدافعين بتوع الخصم، ما تخليش المدافع تقول لك لا ده انا لسه فاول الملعب سيبه يرقصني سيبه يعدي مني، لا يبقى عندك اصرار وعزيمه ان انت المدافع ما يعديش، المدافع تضيق عليه الباص، المدافع ما تخلوهوش عنده رؤيه ان هو يقدر يباصي او يقدر يتصرف في الكرة بشكل صحيح. لكن هتيجي تقول لا ده انا مهاجم، ده انا ما بدافعش، ده لكن لا، النجاح مع خطة حسام حسن هو ان كله بيدافع، كله بيهاجم، بنطلع بمجموعة واحدة ونرجع بنفس القصة نفس المجموعة. فبالتالي انت قادر تظهر بشكل كويس. نفس القصة المغربي، المنتخب المغربي منتخب بيلعب بكتلة واحدة، بيلعب كرة جماعية ما هوش لعب فردي، عنده نجوم كتيرة جدا ولكن عارف يوظفهم بشكل كويس، عارف ان الفرقة كلها بتدافع الفرقة كلها بتهاجم، فما فيش مشكلة ان انت تلعب بشكل جماعي. فبالتالي احنا يعني نتمنى وصول المنتخبات العربية لأبعد نقطة وأبعد حتة في المونديال، يعني نتمنى كده. في حد بيقول نتمنى للفريق المغربي العربي الأفريقي
حظ موفق يا رب. ان شاء الله نتمنى طبعا التوفيق للمنتخب المغربي، نتمنى التوفيق للمنتخب المصري، المنتخبات الافريقيه كمان احنا بنشجع المنتخبات الافريقيه، لان المنتخبات الافريقيه هي بتمثل القاره الافريقيه. المغرب خامس عالميا لا يقارن بالفرق العربيه صراحه، والمغرب لم يصل إلى ما وصل إليه بكثرة الكلام والتكبر والتباهي، لا بالعمل والعمل. أنا معاك جدا جدا. وأنت عندكم واحد اسمه فوزي لقجع، هو عامل حالة مختلفة جدا في الكرة المغربية، وعضو لدى الفيفا. فبالتالي انت عندك قيمة وقار. الأردن ما رأيك فيه؟ لا الأردن قدمت نسخة هي الأسوأ يعني بصراحة. اي نعم كانت في مجموعة صعبة جدا جدا. هجيب لك دلوقتي المجموعة بتاعت الأردن اللي كانت فيها. مجموعة الأردن كانت هي صعبة جدا جدا، ولكن برضو ما قدمتش حاجة. يعني عندك هنا المنتخب الأردن كان مع منتخب الأرجنتين والنمسا والجزائر، وإن الأردن كانت المجموعة دي. كنت تقدر انت تعمل حاجة مع الجزائر، كنت تقدر تعمل حاجة مع الأرجنتين، كنت تقدر تعمل حاجة مع النمسا، تعبر عن نفسك. هنا بمعنى انك تعمل حاجة مش انك تكسب، ولكن تأدي بمظهر كويس، تأدي بمظهر محترم، تأدي تعبر فيه عن نفسك، تعبر فيه عن فرقتك، تعبر فيه عن هويتك. ولكن الأردن للأسف الشديد ما عملش كده خالص. مين اللي عمل كده؟ المنتخب المصري. المنتخب المصري لعب ال3 ماتشات، حصد 5 نقط زي بلجيكا. المنتخب المغربي تعادل ماتشين وكسب ماتش، المنتخب البلجيكي تعادل ماتشين كسب ماتش. كان ند قوي المنتخب بلجيكا، كان قادر ان هو يكسب بلجيكا، كان قادر ان هو يعدي بلجيكا. معالي المحترم الاستاذ فوزي لقجع كل التقدير، طبعا كل التقدير، لان ودى الكره المغربيه في حته تانية خالص. نشكر السيد فوزي لقجع اللي رافع قيمتنا ورايتنا في العالم كله. طبعا المنتخب المغربي نعادل الشكر فيقول لي طبعا فوزي الأقجع هو عامل يعني عامل حاجة كويسة وحاجة محترمة جدا جدا جدا. فطبعا الكرة العربية في تطور، الكرة الأفريقية بدأت تتطور في غيرة وحالة عملتها المنتخب المغربي. المنتخب المغربي عمل غيرة للمنتخبات العربية. ليه؟ لأن احنا في موسم 2022 في قطر لما كنا بنشجع المنتخب المغربي احنا قلنا ليه ما نبقاش زي منتخب مصر؟ ليه ما نبقاش زي منتخب المغرب؟ احنا منتخب مصر منتخب قوي. فبالتالي هنا حصلت الغيرة عند المنتخبات العربية وبالأخص عند المنتخب المصري، لأن انت المنتخب المصري متسيد القارة الأفريقية، فبالتالي ليه منافس. أول ما بدأت تشوف منافس زي منتخب المغرب، أنت إيه هم عندك أحسن منك عشان أنت ما تبقاش زيهم. فبالتالي قدر المنتخب المغربي إن هو يبقى قدوة لينا، وإن إحنا نمشي على نفسه النهج. يعني في حد بيقول ممكن أسأل سؤال، ممكن سؤال حيرني الصراحة ولم يقنعني أي أحد بجواب صريح: لماذا المنتخب المصري فاز ب7 بطولات أفريقية ولم يحقق فوز واحد في تاريخه في كأس العالم عبر التاريخ إلا في هذه النسخة الموسعة من المونديال؟ بص أنا عايز أقول لحضرتك على حاجة، إن أنت كسبت الأمم الأفريقية بالروح بالعزيمة بقوة الشخصية بجيل هو الأحسن والأفضل على مدار التاريخ. بالنسبة للسيد الفاضل، أنت بتقلل من مصر أو بتقلل من المنتخب المصري ومن إن هو ما كسبش ولا ماتش. أنا عايز أقول لك وهرد عليك في نقطة معينة. أنت عندك هنا، أنت في سنة من السنين ايام هيكتور كوبر ما كان موجود، احنا في المجموعه بتاعت التصفيات المؤهله لكاس العالم احنا كنا كسبانين ال6 ماتشات بتوع كاس العالم تصفيات الذهاب والعوده. جيت في النهائي بتلعب مع مين؟ بتلعب مع غانا في مجدها وعزها، افضل كانت فرقه. فكان في فكر ان انت يعني الفرق اللي هي المفروض تصعد بتخلص على بعض. يعني غانا وقتها كانت غانا ده فرقة تقيلة جدا. نفس القصة أيام كيروش. السنغال في مجدها وفي عزها وخرجت منها ضربات جزاء. فما تجيش تقول لي كده. الجيل الذهبي بقى، الجيل الذهبي واحنا عارفين الواقعة بتاعت الجزائر، بتاعت مصر والجزائر، اللي هي 3-0 و4-0 والأمور اللي حدثت في اللغط اللي حصل ما بين. لكن الجيل ده كان يستحق إن هو يوصل كأس العالم. فبالتالي المنتخب المنتخب المصري هو منتخب قوي ما نقللش منه، لأن أنت كنت بتلعب مع أدغال أفريقيا أيام 2006 و8 و10.
فريق قوي، ولكن هيقدر يعبر عن نفسه النسخة دي، وهي تشوف المنتخب المغربي. والأستاذ اللي بيسأله بيقول لك إزاي مصر كسبت البطولات الأفريقية كلها دي وما وصلتش في كأس العالم، أو ما كسبتش مصر في كأس العالم. أنا عايز أقول لك إن المنتخب المصري هيعبر عن نفسه في النسخة دي، وهيبقى الحصان الأسود، وهيبقى مفاجأة البطولة زي ما تحدث وقال حسام حسن. في هنا حد بيسأل سؤال بيقول هل حالة الفوز وسلسلة الانتصارات للفريق المغربي هو اللي عامل حالة استيقاظ لبعض الدول اللي عمرها ما قدمت نتيجة مشرفة في كأس العالم زي السعودية والأردن والراس الأخضر ومصر؟ أنا عايز أقول لك إن هو كان إيجابي للمنتخب المصري، ولكن ما كانش إيجابي للمنتخب السعودي أو المنتخبات التانية. هنا بقى أنا عايز أقول لحضرتك على حاجة، أنت كمنتخب مصري أو إحنا كمصريين بتبص لها إزاي؟ بتبص لها أنت ايه الفرق ما بينك وما بين الفرق المغربية او المنتخب المغربي؟ ايه الفرق؟ ايه الفرق؟ انك انت متقدرش تعمل زي، فادانا حافز ان احنا نعمل حاجة، ادانا حافز ان احنا نقدر نوصل زي المغرب. ليه ما نعملش زيهم؟ ليه ما نوصلش؟ ليه ما نبقاش زيهم؟ فبالتالي ادى حافز طبعا، وحافز ايجابي للمنتخبات العربيه واكثرها طبعا المنتخب المصري. ولكن عايز اقول لك ان المنتخب الراس الاخضر او كاب فيردي هو اول مشاركه ليه في كاس العالم، ووصل لدور ال 32، ووصل لدور ال 32 وقدر يتغلب على منتخب السعوديه. نستأذنكم اللي معانا في اللايف بعد اذنك اضربوا اللايك، بعد اذن الناس اللي معانا في اللايف اضربوا اللايك، ادعمونا باللايك. احنا معانا يعني مش معقولة مش قادرين نوصل ل 50 لايك على زي اللايف اللي فات. احنا بنطلب يعني 50 لايك، ما بنطلبش كتير، ما بنطلبش المستحيل. يعني اللي معانا في اللايف استأذنك اضرب اللايك، اللي معانا في اللايف استأذنك اضرب اللايك. احنا يعني ما شاء الله عددنا كبير، فبالتالي يعني يبقى عيب ان احنا بنشاهد اللايف وما بنعملش لايك. يعني انت صدقني مش هتخسر حاجة لما تضرب لايك وتدعمنا بلايك للفيديو. يعني استأذنك اللي معانا في اللايف اضرب اللايك، العدد قليل جدا 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 على اللايكات. اللي معانا في اللايف اضرب اللايك. فهنا بالتالي احنا بيقول لك في بيقول لك عمركم ما هتوصلوا للربع اللي عملته المغرب. لا، ليه لا؟ المنتخب المصري مقدم بطولة. انا لحد دلوقتي مقتنع بالمنتخب المصري، مقتنع بالمنتخب المصري. مش بنلعب بندافع، بنشد الحيطة ورا وما بنهاجمش. لا، منتخب بيهاجم، منتخب ند. كنت حاطط منتخب ايران في نص ملعبها وبتلعب عليها واجريسيف عليها. كنت بتلعب منتخب البلجيكي اللي كسب نيوزيلندا 5-1، وكنت حاططهم في نص ملعبهم، كنت بتضغط عليهم، كنت بتهاجم عليهم. فما تجيش تقول المنتخب المصري مش مقنع. لا، المنتخب المصري مقنع. ده انت المنتخب البلجيكي قدام منك ما كانش قادر ان هو يعمل اي حاجه خالص. المنتخب البلجيكي كان بيعاني قدام منك. المنتخب النيوزيلندي خلصت عليه 3-1. المنتخب الايراني كان بيدافع طول الماتش ليك، وللاسف الشديد اصابه فتوح عجزت معاه الدنيا في اخر الماتش. فبالتالي ما تجيش تقول المنتخب لا، المنتخب المصري انا بالنسبه لي مقنع جدا جدا جدا. في حد بيقول هل الاردن لها فرصه؟ بص، عايز اقول لك على حاجه. المنتخب الاردني عنده، خلينا نشوف عنده كام نقطه دلوقتي. المنتخب الاردني عنده ولا نقطه. المنتخب الاردني عنده 3 نقط بس، ليه ماتش. والله ممكن يبقى افضل، بس انت هتلاعب مين؟ هتلاعب الارجنتين. يعني المنتخب المغربي هيلعب الارجنتين. هل هتقدر تكسب الارجنتين؟ يعني هل المنتخب الأردني يقدر يكسب الأرجنتين؟ لو المنتخب الأردني قدر إن هو يكسب الأرجنتين فممكن يبقى في فرصة. ليه؟ لأن أنت ممكن المنتخبين يعني بص، ما أعتقدش، يعني فرصة ضعيفة جدا للأرجنتين. ليه؟ لأن لو المنتخب النمسا والجزائر اتعادلوا فهما الاتنين صعدوا مع بعض. لو فرقة كسبت عن التانية الفرقة هتصعد، والفرقة التانية هتبقى أفضل توالت ب3 نقط. ليه؟ لأن أنت في المواجهات المباشرة معاهم أنت اللي خسرت منهم. يعني أنت خسرت من الجزائر وخسرت من النمسا، فبالتالي أنت مفيش أي فرصة للمنتخب الأردني. هي مباراة حفظ ماء الوجه للمنتخب المغربي، يعني للمنتخب الأردني، آسف. دائما في حد بيقول دائما أستغرب كيف جيل أبو تريكة لم يقدموا شيء في أي مونديال. كان جيل جبار الصراحة. ما هو أنا بقول لك ما حلفوش الحظ. حسن الشحاتة والجيل الذهبي كان يستحق المشاركة في كأس العالم، كان يستحق إنه يكون متواجد في كأس العالم، ولكن ما كانش ليه حظ يعني. لكن الحمد لله إحنا جيل حاليا كويس. عندك تريزيجيه، عندك صلاح، عندك مرموش كمان. مرموش لعيب جامد جدا جدا جدا، بس لو يلعب بشكل جماعي أكتر يعني، لكن هو بيلعب بشكل فردي أكتر. أتمنى إن هو يلعب بشكل جماعي برضه يعني. في حد بيقول حفيظ
اللي انت لسه بتعمله مش فاهم انت بتقول ايه يعني، بس ما علينا. الابن المغربي مرض الوالدين الرائع الحسين عموتة مع الأهلي كل التوفيق. طبعا الأهلي، وحاجة كويسة إن أنت تروح لمدرسة هي ناجحة. المنتخب المغربي أو المغرب نفسها ناجحة في الكورة وناجحة في الرياضة. فالنادي الأهلي خلاص جاب المدرب المغربي حسين عموتة، وإن شاء الله يكون موفق مع النادي الأهلي، إن شاء الله يعمل بطولة كويسة ويكون قادر إن هو يوصل لحاجة كويسة مع النادي الأهلي، ويحقق بطولات زي ما حقق مع الوداد وحقق مع الأردن وحقق مع عدة فرق الحسين عموتة. في حد بيقول بالعكس، المنافسة والتباري بين الدول العربية والمسلمة الأفريقية شيء جميل ومهم، والبقاء والاستمرار للأقوى. اللي ما بنشوفش العقلية السلبية والهادمة دي بين الدول الأوروبية مثلا. لا، احنا مش هدامين ولا حاجة، احنا بالعكس، احنا في قلة قليلة هي اللي بتهدم، ولكن احنا كعرب وكأفارقة مع بعض احنا إن شاء الله كنا بنشجع كوت ديفوار لما كانت بتلعب في كأس العالم مع فرق أوروبية، كنا بنشجع المنتخبات الأفريقية كلها، كنا بنشجع المنتخبات العربية كلها. فاحنا لا، بالعكس، احنا بنشجع وبندعم بعض. نستأذنكم بس الناس اللي معانا في اللايف بعد إذنك اضربوا اللايك. الناس اللي معانا في اللايف يا جماعة نستأذنكم اضربوا اللايك. عدد اللايكات قليل جدا جدا جدا، يعني مش قيمتكم عدد اللايكات اللي قليل جدا ده. ارفعوا شوية باللايكات. الناس اللي معانا في اللايف استأذنكم اضربوا اللايك، ارفعوا شوية. هنجيلكوا دلوقتي في الناس اللي حسمت او المنتخبات اللي حسمت وصعدت خلاص واتحددت هتلاعب مين. هجيب لكم دلوقتي منتخب مثلا زي المنتخب الجنوب افريقي. منتخب جنوب افريقيا خلاص هيلاعب كندا. الماتش هيبقى حلو. منتخب كندا مش فريق قوي جدا جدا يعني، ولكن منتخب جنوب افريقيا ممكن يقدر يعمل حاجة مع المنتخب الكندي. عندنا ماتش قمة الصعوبة على المنتخب المغربي، وأنا في وجهة نظري هو نهائي كأس عالم مصغر. يعني المنتخب المغربي هيلعب هولندا في كأس عالم نهائي مصغر، يعني من كأس عالم. هولندا فرقة تقيلة جدا يعني، إن تقابلها في دور ال 32 فهي صعبة جدا، وكانت حظه مش موفق إن هو يلعب منتخب زي منتخب هولندا في ماتش أو في دور ال 32. عندنا ألمانيا هتلعب باراجواي، عندنا بعد كده فرنسا هتلاعب السويد، وعندنا منتخب بلجيكا لسه ما تحددش أمره. في حد بيقول شو رأيك في البرتغال؟ للأسف البرتغال فريق مش أحسن حاجة، ما بيقدمش كرة حلوة يعني زي ما احنا متعودين، ولكن كريستيانو بيعافر في عدم لملمة الأمور في منتخب البرتغال. بينتقد الأسطورة بتاعتهم كريستيانو رونالدو. شوف الفرق ما بين البرتغال والأرجنتين. المنتخب الأرجنتيني بيقول لك أنا الأسطورة بتاعنا، أو هو فخر لينا، أو هو المثال لينا، لكن بما يعادله منتخب البرتغال مش أحسن حاجة. في حد بيقول لو المصريين فعلوا خاصة التواضع مع المدرب عموته بدون تكبر، والله مدرب رائع وسوف ينقل الكرة المصرية لمستوى عالي. أنا مغربي وأعلم ما أقول. المصريين مشكلتكم منقسمين نصفين، نص الشعب متواضع والنصف متكبر. لا والله يعني بص، زي ما في كده في كده، في ناس كده في ناس كده، لكن الحسين عموته اللي هينجحه ان هو في مؤسسة كبيرة، مؤسسة النادي الأهلي، هي مجلس إدارته ناس عارفة هي بتشتغل بطريقة احترافية ازاي زي أوروبا. والجميل في حسين عموته، الجميل فيه إن هو مغربي بعقلية أوروبية، مغربي عربي مغربي أوروبي، فده ما يميز الحسين عموته يعني. فبالتالي يعني إن شاء الله يعمل حاجة كويسة، ويكون إن شاء الله قدوة، أو يكون حاجة محترمة، يضيف للدوري المصري ويضيف للنادي الأهلي، والنادي الأهلي يضيف له ويقدم، ويبقى فخر للمنتخب المغربي وللمغرب الدولة الشقيقة إن هم بيصدروا مش بس منتخب، لا بيصدروا منتخب ولاعبين، وبيصدروا كمان مدربين يعملوا اسم وتاريخ ليهم بره ولبلدهم بره بلدهم. احمد بيقول السلام عليكم. وعليكم السلام يا استاذ احمد، اهلا وسهلا بيك. ما يتابع بس يضغط يا جماعه، يضغط لايك. اشكرك شكرا جزيلا يا استاذ يوسف. لا احنا عندنا لايكات، عدد اللايكات قليل جدا جدا يا جماعه. عدد اللايكات بالنسبه للناس اللي موجوده معانا في اللايف قليل جدا، مش قيمتكم دي. اعلى باللايك، اعلى باللايك يا غالي، اعلى باللايك. الناس اللي موجوده معانا في اللايف اضرب اللايك، اعلى باللايك.
الناس اللي موجودة استأذنكم اضربوا اللايك، اعلى باللايك يا غالي. أنا أردني وأشجع مصر. أهلا وسهلا بيك أنت وأهل الأردن، حبايبنا كلنا، حبايبنا كلهم أهل الأردن طبعا، على راسنا من فوق وعلى دماغنا من فوق حبايبنا. أشكرك. أكيد مفيش تكبر، لو الأهلي والمصريين عندهم تكبر ما كانش فكر في مدرب مغربي، لا بالعكس ده منتهى تصالح مع النفس لأنه من دولة عربية. طبعا احنا بنشوف دلوقتي يعني الدوري الليبي والدوري العراقي، عندك عماد النحاس راح الدوري العراقي، حسام البدري مبدع مع أهلي طرابلس ليبيا وقبل منه مدربين، فاحنا مفيش عندنا تكبر ومفيش عندنا أي حاجة. في حد بيسأل بيقول هل تأهل منتخب إيران؟ منتخب إيران هيستنى لحد المنتخب الإيراني هيستنى لحد آخر مباراة في المجموعة، هيستنى لحد آخر مباراة في المجموعة، فبالتالي أنت فرصه لسه ما حسمتش، لسه ما حسمتش. المنتخب المغربي فرصه لسه ما حسمتش، ولكن هيستنى الاخر لانه عنده 3 نقط، فال3 نقط دول ما يصعدوش افضل توالت، ولكن لسه هنستنى اخر الماتش او اخر جوله هتشوف هتعمل ايه. في حد بيقول هل احنا ردينا على السؤال ده. في حد تاني بيقول انت مين؟ مش فاهمه مين. انا مشجع اهلاوي مصراوي، احب الكوره وان شاء الله يعني هقدم لكم حاجه مختلفه. فهنا بالتالي ان شاء الله نقدم لكم، بس اللي معانا نستأذنكم لايك للفيديو يعني. في حد بيقول من تتوقع يأخذ كأس العالم؟ كأس العالم والله أنا في أمنيات وفي توقعات، في أمنيات وفي توقعات. عايزين الأمنيات ولا التوقعات؟ هرد على كل أسئلتكم طبعا. فأنا أتمنى المنتخب المغربي يوصل للنهائي، هو المنتخب المصري، هو والمنتخب المصري، المنتخب المغربي والمنتخب المصري. ف ده اتوقع ان المنتخب الفرنسي، يعني انا مين اللي هياخد البطولة تتوقع مين؟ اقول لك المنتخب الفرنسي، منتخب قوي جدا جدا جدا، عنده فرقة تقيلة، فممكن المنتخب الفرنسي يعمل حاجة او يقدم حاجة، وممكن المنتخب الفرنسي يحصل على كأس العالم للمرة التانية على التوالي يعني. من الظلم فوز مصر، هدف إيران كان صحيح؟ لا هدف إيران كان غلط طبعا، كان تسلل، لأن اللاعب اللي كان بيكشف الأوفسايد ما كانش حمزة عبد الكريم، كان ياسر إبراهيم، فبالتالي ما كانش تسلل، كان تسلل أقصد يعني. بس الأول باين مصر مدعومة. أما ملعب في حد بيقول اسبانيا او فرنسا، لا انا بقول لك اسبانيا مش اقوى حاجه، ولكن برشح لك ممكن فرنسا هي اللي تاخد البطوله. اقوى منتخب فرنسا، انا بقول لك اهو فرنسا هياخد اللقب يعني. المغرب يتمنى ويريد ان يرفع الكره الافريقيه للعالميه، ولو شفت بودكاست لفوز الابجع مع اعلامي مصري وركزت في كلامه راح تفهم عقليه المغاربه وفي ماذا يفكرون، لماذا الغرب هم المسيطرون على الكرة. لأن أنا عايز أقول لك إن أنتوا صح، أنتوا ودونا في حتة تانية جامدة جدا يعني. منطقة الغرب ودونا الصراحة في حتة وفي منطقة حلوة جدا، نتمنى إن احنا نكون موجودين فيها، اللي هي نص وصل، لما وصل لنص أو للمربع الذهبي من كأس العالم 2022. ثواني بس.